السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار رياضية متنوعة مع نجم الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم. هديك انفراد تاني في المتين. الاهلي الان في مرحله اللمسات الاخيره للمهاجم العالمي اللي فوق السن، سنه 27 سنه. مهاجم بيقولوا ان هو جامد جدا، مهاري وخطير وعنده قدره على المراوغه وعنده قدره على التسديد وهيدر، والسكاوتنج بتاعه على اعلى مستوى. امير توفيق كان الراجل كان مديله 3، اختصرهم الاثنين، استبعدوا واحد نظرا للمغالاه الماليه. بيفاضل بين اثنين دلوقتي، والمفاوضات مباشره مع امير توفيق، وبعلم مع وتواصل مباشر من الاسطوره كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي النهارده استقبل محمود اللي هو طلب ان هو يلعب في النادي الاهلي، لما فخامه الرئيس قال له ما تدخلنيش مع الخطيب والاهلي، في رساله حب من فخامه الرئيس الى النادي الاهلي والى رئيسه، في رساله تقدير، لان دي تاني مره على التوالي في لقاءات فخامه الرئيس اخواننا من ذوي الهمم يطلبوا اللي هم يروحوا النادي الاهلي. فاستقبلوا النهارده كابتن محمود الخطيب وعمل له عضويه رياضيه، وهيلعب في فريق العاب القوى من اللي ذوي الهمم في النادي الاهلي. بنقول الكلام ده لان هي دي مكانه النادي الاهلي، وهذه هي مكانه الكابتن محمود الخطيب حينما يتحدث فخامه رئيس الجمهوريه، يتكلم بكل حب عن النادي الاهلي وعن اسطوره عظيمه، اسطوره عظيمه كم صنعت من البطولات، اسطوره في الاخلاق، في الصبر على البلاء وعلى الابتلاء. يعني حاجه جميله جدا. فالمهم كابتن محمود الخطيب بيتابع بنفسه مع امير توفيق هذه المفاوضات. هتقول لي مين؟ هقول لك ايه؟ هقول لك بص، اللي انا عارفه انها بتخلص، ان احنا دخلنا مرحله الحسم. دي الجمله اللي قالت بيحسم في لحظات الحسم وهنعلن كل شيء. قلت له طب يعني المره دي مفيش حد سرب من بره، ولا حد قال، ولا حد جرى، ولا حد عمل. قالوا الموضوع في مبالغ ماليه ضخمه مطلوبه، وفي حكايات احنا بنعملها، وفي مفاوضات وما نقدرش نقول اسماء. لكن الامر بعد ما قال مستر مارسيل كولر، اللي برسل له رساله تحيه وحب وتقدير واحترام، لانه هو اللي حرك اللجنه اللي بيرقصها العامري فاروق وفيها اعضاء مجلس اداره، لجنه اداره المباريات، جابوا لهم موافقه على الحضور بادوات التشجيع، وهيتابعوا مع تذكرتي دخول الجماهير. دي رساله عظيمه من مستر مارسيل كولر في هذا الامر ودعموه. فبدأ دلوقتي في المفاوضات لما قال لك لازم اللي يجي يبقى احسن من اللي عنده. طلعت قلت لك ان حسام حسن وزياد طارق في سموح، والراجل طالب محمد مغربي او رامي ربيع، وطالب احمد نبيل كوكا، ما اسمه محمد فرج عام. فدلوقتي الراجل قال اللي هيجي يبقى احسن من اللي عنده، مفيش واحد هيمشي غير. ومحمد الضو قلت لك من بدري، وقلت لك عقده كامل الفلوس 500 550 600 مش عارف ايه، قلت لك كل ده. فالحكايه ان احنا دلوقتي في مرحله الحسم بالنسبه للمهاجم الافريقي. هو في اتنين، واحد برازيلي واحد افريقي في اوروبا، ده اللي عرفته. لكن المؤكد قال له، اللي بقول له قال لي لا، ما يعني مش هقول لك فيه. طب ايه ده؟ قال لي بص مش هنقول، انت بس اعرف ان احنا في مرحله الحسم، واعرف ان صفقات يناير دي سوف تشبه صفقات يناير 2005. اللي هيجي هيحدث الفار، واللي هيجي هيبقى له تواجد في قائمه النادي الاهلي الاساسيه والرئيسيه في تشكيله النادي الاهلي. فبالتالي الموضوع ما فيهوش هزار. واحنا خلاص، انت قلت ان احنا خلاص خلصنا الباك رايت بتاع سموحه، وخلصنا الضوي، ودانيال افري انت كاتب في العنوان ان الشرط واقف فقط على راتبه. لكن في امور كتيره هتبقى مفاجآت سعيده لجمهور النادي الاهلي العظيم خلال الساعات القليله المقبله. النهارده نادي بيراميدز عمل حركه نص كم، عمل حركه نص كم. ايه الحركه اللي عملها نادي بيراميدز؟ قال عمل بيان وافشخانات على ان النادي الاهلي ازاي المباراه تتنقل من استاد السلام الى استاد القاهره. النادي الاهلي يعني ايه؟ الناس قالت لك احنا مش هنرد عليه، بس هم لما هم بيقولوا مش هنتقدم باحتجاج رسمي عشان عارفين ان هم ياخدوا على قفاه. ماشي؟ ليه بقى؟ لان استاد القاهره من ملاعب النادي الاهلي اللي هي مقرره والمعتمده في الاتحاد الافريقي لكره القدم. فالنادي الاهلي قال لك طيب ماشي. في الجوله السادسه من النسخه الجاريه تم نقل مباراه طلائع الجيش والزمالك الى استاد الكليه الحربيه قبل المباراه ب 48 ساعه. ما اعترضتش ليه يا ولا؟ هو بس عشان النادي الاهلي قال لك مباراه الاهلي وفاركو في الجوله الثامنه، الاهلي جاله خطاب يوم 15 ديسمبر بنقل المباراه من استاد اسكندريه الى برج العرب، والاهلي ما اعترضش. فهل بقى دلوقتي بيراميدز يعني ايه بيجر شكل الاهلي؟ مصطفى شوبير اللي تعرض الى قطع في الغضروف ويغيب من 4 إلى 6 أسابيع. فمصطفى شوبير
يعني لعيب كويس، شفناه في نهايه الموسم الماضي لما لعب، سرعه رد الفعل عنده عاليه، لعيب بيدفع فاتوره. المختلفين مع والده كابتن احمد شوبير بيصفوا حساباتهم معاه وبيتطاولوا عليه وبيقولوا عنه اكاذيب عديده لا اساس لها من الصحه. كلنا بندعو لمصطفى شوبير زي ما بندعو لاكرم توفيق اللي اجرى الجراحه في النمسا. باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه ويعود بألف صحة وخير وسعادة مصطفى شوبير بإذن الله تعالى، ونفرح بيه كده وهو بيلعب ومع النادي الأهلي في أحسن صحة وأحسن حال. فربنا يشفيه إن شاء الله. الأهلي لم يعترض على $1,200,000 اللي طلبهم دانيال إفراي اللي هو مهاجم هارتس اوف اوك، ولكن كولر طلب عدد من المباريات لعرضها على أخصائي التحليل الفني معاه اللي هو التونسي، بحيث يقول لنا رايه ايه اللي في الموضوع. فدانيال إفراي دلوقتي قرار انضمامه هو قرار كولر بعد التوصل لاتفاق مالي، يبقى هو مواليد 2001 وده مواليد 2003 ويجي لنا المهاجم العالمي ده يكسر الدنيا باذن الله. ماشي الحال. مصطفى شوبير باذن الله تعالى هيسافر خلال يومين يعمل الجراحه بتاعته في غضروف الركبه باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه فيما يخص عمر فايد مهاجم المقاولون العرب، انا محمد ناجد قال لك ما جالناش عروض، انا بقول لك مضى مع النادي الاهلي، ولكن الراجل طلب كواليتي مميز فيما يخص عمر فايد باذن الله تعالى. محمود كهربا هيشارك في مباراه النادي الاهلي الوديه ضد منتخب غانا للمحليين باذن الله تعالى. محمود كهربا الاهلي يسابق الزمن لحل هذه المشكله وحل تلك الازمه بالسيناريو المحطوط من محاميه الشخصي علي عباس التونسي ومحامي النادي الاهلي السويسري مونتير. اللي الزمالك في عمر فايد لما الاهلي قلبه الزمالك دخل عليه بحيث ان هو ممكن يجي معاهم يعني. فيوتشر طبعا ناصر ماهر ده لعيب مهاري عالي جدا، نادي الزمالك عاوزه. فيوتشر جدد رفضه الاستغناء عن اي لاعب في نادي فيوتشر ومنهم ناصر ماهر، خلاص يعني رافضين بشكل نهائي ان هو يمشي. يوسف اوباما خارج القلعه البيضاء في انتقالات يناير يبحث عن عرض جديد. الاتحاد السكندري سيدي البلد عاوزه، وهو لعب قبل كده الاتحاد السكندري، ومحمد مصلح بيعرف يظبط التظابيط مع يوسف اوباما، بيستنفذ قدراته ومهاراته بترضيته ماليا ومزاجه بيبقى رايق لان هو كمان لعيب سكندري ولعيب محترم جدا 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 جدا. محمد بيك مصالح رئيس نادي الاتحاد السكندري رفضه التام الاستغناء عن اي لاعب، مروان عطيه واحمد عادل ميسي. الزمالك نكش في موضوع مروان عطيه زي ما الاهلي كان عاوز مروان عطيه واحمد عادل ميسي. محمد مصلح قال واكد ان نادي الاتحاد السكندري لن يستغني عن اي لاعب مهما كانت الاجراءات، وما صدق السنه دي عامل نتائج كويسه وعاوز يتواجد في مركز متميز مع نادي الاتحاد السكندري. مش كل مره نقعد نعاني ونبقى في اللي تحت، لا قال لك خلاص عندي فرقه كويسه ومدرب كويس واستقرار فني باذن الله تعالى الفرقه تنور وتتالق وتبدع. السلام عليكم.